أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في هذا الاجتماع أو التجمع اللي من خلاله راح نبحث في موضوع اللغة الشركسية ودورها في الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي عم بيدخل في مراحل متسارعة، واللغة الشركسية ببطء شديد عم تدخل في هذا المجال. فإحنا بنعرف إنه الذكاء الاصطناعي بيعتمد على قديش في عدد من الناس اللي مهتمين، وقديش في ناس عم بتواصلوا من خلال هذه التطبيقات، وبالتالي فعاليته بتزيد. إحنا بدنا اللغة الشركسية تنتقل لمراحل سريعة جدا وتتواجد في هذه التطبيقات. مشان هيك عملنا هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع طموحنا بأنه نوسعه أكثر ونتواصل مع الشركس في كل أنحاء العالم. صحيح أنه اليوم عندنا مجموعة يعني مبدئيا من عدة دول من دول العالم، ولكن طموحنا كمان نوصل لشركس تركيا وشركس القفقاز. تعمدنا أنه الناس المتحدثين باللغة العربية اللي يكونوا بهذا الاجتماع التحضيري الأولاني، ونأمل أنه نوسع اللقاء هذا شوي شوي. راح أترك أنا الميكروفون لمجموعة من الأخوان اللي عم بيتابعونا أونلاين، ومجموعة فعليا موجودين بالقاعة بالجمعية الخيرية الشركسية. في البداية بحب أشكر الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية اللي أعطتنا هاي الفرصة نعمل اللقاء في قاعة عصام حتي. في البداية إحنا يعني بدي أعتذر لأنه اللغة اللي عم نحكي فيها هي اللغة العربية مش اللغة الشركسية، مع أنه إحنا عم نحكي عن اللغة الشركسية، ولكن زي ما حكينا هذا فقط عبارة عن اجتماع تحضيري. ولكن مع هذا بدنا نبلش الاجتماع تبعنا بكلمة بخوخ من السيدة الأستاذة نادية حربي باللغة الشركسية. أديابزج أم تامر بلاغة. في شحش حق وجزوها فغب صوت حق في شنو سقم فغبت في شنو فغبت مقب نافش أشعار دي بسم تبسك حنو دي بسم زيبو بغنو سببه دي بزن زد خمر دي بزن دي بكذا كنتم داوشتي تو أبد تنجح دي كحد سأشعر أول of of clinics stories that they advocate story offers that advocates the أشياء حق حاجة الأمر شق زس شق خمسة دي شق دي مسيج بدنيا كحامي الثاني دي شق الشق أو أربسة شق أو دي شق دي مسيج يزيد في الشرطة زمن تشمشوا دقونا قصد تجاربي مش أجود أديوش تاجع أجوز من سبعة أدخل قد كنسو شنو أراسي في أشم جدا لجن فيت بسرعة تكنولوجيا قد سبقوا لدنيا زيرو باور الحم داني دي زفان دي صلاة شرطة الحام نخرج أمي ده زمان دي زادك زراعة شلون تنتصر أراسي دي شقن سوخ كودرة بسونا دي شقة بسونا حاجة دي شق يستشفى ويبزب رجلنا داخل أشريك ويشابزب رجلنا داخل أشريك أراسي حب سوري دي بزني قابسة أبو حب بيرسال حب وخيرفتي حاوة ونفتي حاوة تقمزي مشجاوة بيرسال لبسو وبسو بدنا نبلش مع الأخ محمد شحالتوغ. عندهم تجربة بهذا الموضوع، وممكن إنه إذا حطنا بالصورة لوين وصلوا
ممكن انه ننطلق من بعدها ونشوف كمان شو اللي ممكن نضيفه. تفضل. يعطيكم العافيه جميعا، وبتشرف اليوم اني معكم جميعا. انا اسمي محمد شحاتوك يخص. يمكن جذبني في الموضوع انه احنا بالعاده دائما لما نفكر باي شيء له علاقه بالشركسي دائما نتوقع انه لازم نضلنا على الدقه القديمه او على الماول، على كيف شفنا اهالينا وعلى كيف نتوقع انه لازم يكون الوضع الطبيعي او اللي تعودنا عليه زمان. الا انه يمكن برضه كان في مبادره طلعنا فيها بايام الكورونا وبلشنا نفكر انه البنوك اشتغلت في الكورونا، المدارس اشتغلت في الكورونا، من البيت كل الناس كانت عم تقضي اشغالها، بس اللغه الشركسيه صارت جانبه وبطل في اي برامج للغه الشركسيه. ايامها طلعنا في مبادره، يمكن اليوم احنا مش جايين نحكي عن المبادره دي كيف كان اثرها، الا انه هذا بياخذنا الى انه نحن اليوم برضه في عصر عم بيتسارع بالذكاء الاصطناعي، وبالفعل لغتنا الشركسيه قابله انها تكون ادابتبل او انها تتكيف مع هاي التطورات، وانه نقدر يكون لنا دور او اثر ايجابي في الحفاظ على اللغه الشركسيه من خلال الذكاء الاصطناعي. يمكن ما حبيت ابلش مباشره بكيف شو صار من فتره، ولكن من فتره تلقينا دعوه من جماعه شراكس التركيه، وكان الهدف عندهم انهم هم حصلوا على مشروع ممول، وكان هدفه انه يدخل الذكاء الاصطناعي او يدخل اللغه الشركسيه على الذكاء الاصطناعي. وهون بلشت التحديات، لانه بس جينا نفكر يعني احنا يمكن كنا بس مشاركين، ويمكن انا اقل واحد شارك، يعني مش حقي يمكن اني احكي عن المشروع، ولكن حبيت اليوم احكي عن هاي الامور اللي استفدناها، لعل وعسى نفكر كيف نقدر نوحد جهودنا، نشتغل سوا، نتعلم من الاخطاء اللي وقع فيها غيرنا. فكان يمكن التحدي الاول بانه في عده لهجات شركسيه. كانت تحديات ثانيه انه نحن لما نيجي بدنا من الذكاء الاصطناعي يتعلم شركسي، فنحن لازم نعطيه انه تعال فكر عدد المتحدثين باللغه الشركسيه قديش. يمكن الشخص اللي بيحكي ولكن هو بنفس الوقت ما بيعرف يقرا شركسي او ما بيعرف كمان يكتب شركسي. الذكاء الاصطناعي ما بده منا انه نحن بس نحكي معه، لا بده منا كمان نكتب له، يتعلم القواعد، يشوف الفرق بينها، يشوف حتى اذا بدنا نحكي اللهجات اللي موجوده. بس الاكثر شيء يمكن حبيت اليوم احكي عليه انه يمكن لما تواصلوا معنا جماعه تركيا، وبالمناسبه المشروع مبلش حاليا وفي مجموعه كثير كبيره عم تشتغل فيه، وعم ما بين كلام او قراءه او كتابه، وحتى في آلية للتصحيح. يعني بيجي شخص عم بكتب الجملة وبحط إنه هاي معناتها مثلاً سوف أكل على سبيل المثال، في جماعة لازم يجوا بعديهم يصحح ويحط إنه هذا فعلاً هي الترجمة الصحيحة وهيك تنكتب لحتى إنه يتعلم صح، لأنه إذا تعلم غلط برضه هذا راح يأخر المسير. ولكن الشيء اللي شوي يمكن حبيت اليوم أحكي عليه إنه كان يمكن اللغة الشركسية تكيفت مع المهجر. وين ما راح المهجر تغيرت اللغه الشركسيه بحسب البيئه اللي وجدت فيها. لهيك اللغه الشركسيه بالاردن تاثرت بقواعد اللغه العربيه زي نفس الشيء في سوريا، حتى مرات طريقه الكلام وسرعته او بطئه او هاي كمان برضه تكيفت وتغيرت. فلما تواصلوا معنا الجماعه كان اهم الشغلات اللي عم نحكي فيها انه حتى اللغه، يعني اذا استطعنا ان نوجد ناس في الاردن قادر على الكتابه والقراءه والكلام وراضي انه يسجل، قادر على استخدام التكنولوجيا بحيث انه يكون في آلية سهله له انه يقدر يعلم الذكاء الاصطناعي عشان يستفيد منه، فهل راح يتاثر بهاي اللهجه المحليه او بهاي التغيرات اللي دخلت على اللغه الشركسيه نتيجه لوجودها في بيئه في المهجر؟ انا بدي اكتفي بهذا الحكي، بس اكيد خلال اليوم بنكمل ونحكي يعني ونضيف على وجهات النظر. تفضل. السلام عليكم. أنا مصور دارس كمبيوتر كمان وشغال الأشياء، وكنا ببعض المبادرات اللي هون بالجمعية حاولنا يعني للتكنولوجيا. السؤال طرح نفسه بأي اللي حكاه ببعض الجمل، بس بدي أركز على مقتطفات منها. إنه يعني الذكاء الاصطناعي حاليا هو الروف حاليا. أنا برأيي
متواضع. احنا القواعد الاساسيه اذا لم تكن موجوده بالكامل فانها ناقصه او غير مكتمله. يعني المصادر الموثوقه اولا، اذا واحد بده يعمل بحث باي لغه كانت عن الشركس، وين المصادر الموجوده؟ الذكاء الاصطناعي بده تغذيه زي ما حكى الاخ محمد مشان يعطيك المعلومات. اثنين، قديش موثوقه المصادر هاي وقديش غنيه، لانه يعني الحمد لله في مشاركات على الانترنت، اذا بدنا نحكي عن الانترنت كانترنت، على مجموعات فيسبوك. المجموعات هاي مغلقه مش متاحه للكل، وخصوصا مش بس للشركس، لكل الشركس، المجتمعات اللي حوالينا كمان. فلازم تكون في مصادر موثوقه وغنيه بالمعلومات اللي يقدر الذكاء الاصطناعي يبني عليها ويرجع لك بالتعاملات. هسه في جزء ثاني، لانه الذكاء الاصطناعي هو مش بس للنقاش، هو للابحاث كمان، بيساعد للابحاث، وفي كمان بالحياه اليوميه بالسمارت بيلدينج كنترول. الناس اللي بدك تتعلم شركسي ليش ما يتحكموا ببيته مثلا بالشركسي كمان، او يحكي مع الكمبيوتر تبعه بالشركسي اذا بده يتعلم. وبرايي كمان يجب التركيز مش على اللغه الشركسيه فقط، كونه كما تفضل محمد مثلا في الاردن الاغلبيه لا تتحدث الشركسيه، هو وسيله لتعلم اللغه الشركسيه، بس كل صفحه او كل معلومه لازم تتواجد باللغات اللي فيها شرائط، لغات الاوطان اللي فيها شرائط حسب المهجر. يعني في حالتنا هون لازم يكون نفس الصفحه بالعربي، بالتركي، بالانجليزي. فشكرا، ما بدي اطول عليكم بشكل مختصر، هاي النقطه اللي اطرحها، بس يجب التركيز على القواعد وبناء قواعد البيانات. شكرا اخ رامي. طبعا الاخ رامي صوبر مختص في مجال الكمبيوترات، وبالتالي الراي الفني بهذا الموضوع مهم جدا. بس انا قبل ما اكمل بدي اسال الاشخاص اللي عم بيتابعونا اونلاين، هل الصوت للمتحدثين واضح بالنسبه لكم؟ الصوت سيء كثير، متقطع وغير مفهوم، يعني ما فهمنا شيء الى الان، يعني من خلال المداخلات اللي صارت او الكلام اللي دار. يعني الشخص اللي بده يحكي راح نحل هذا الموضوع. الشخص اللي بده يحكي راح يجي محلي ويحكي من هذا الموقع، اذا كان انا صوتي واضح. صوتي واضح يمكن؟ صوتك واضح، نعم، بس صوت الميكروفون شكله المشكله. خلص، اللي بده يحكي بيجي هون على هذا الموقع مشان نحل هاي القضيه. طيب، لا ما بدي. تمام، بنحل هاي المشكله. بدي ابلش من عند الاخ يحيى، طالما احنا بلشنا من الشباب. اخ يحيى، هل في عندك معلومات اكثر عن موضوع الذكاء الاصطناعي؟ شو الفكره اللي ممكن انك تفيدنا فيها؟ تفضل اخ يحيى. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. انا يحيى طوق، مقيم حاليا في المانيا. سابقا بحيي الجميع بالاردن، انا اشتغلت بمدرسه الامير حمزه 4 سنوات لما كنت موجود بالاردن كمدرس. بالنسبه للذكاء الصناعي في موضوعين لازم ناخذهم بعين الاعتبار. الموضوع الاول هو محتوى الانترنت الموجود باللغه الشركسيه. للاسف المحتوى باللغه الشركسيه ضعيف جدا مقارنه بغير اللغات. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني بدنا نفرق بيناته، هو تدريب ذكاء صناعي مستقل انه يفهم ويتعامل مع اللغه الشركسيه. فاذا بدنا نعتمد اي ذكاء صناعي يبحث بالانترنت ويجيب معلومات من الانترنت، لازم نغني المحتوى تبع الانترنت باللغه الشركسيه. لكن اذا بدنا نشتغل على تطوير ذكاء صناعي نخليه يفهم اللغه الشركسيه ويتعامل معه ويترجم لغات اخرى، فهذا خط اخر ممكن انه نتعامل معه. في كثير اوبن سورس ممكن نشتغل عليها. ما بعرف التجربه اللي بتركيا انه برنامج او انه اوبن سورس عم تتعامل فيه، ولكن هذا موضوع اخر من خلاله بيتم تدريب
جهاز او برنامج ذكاء صناعي وبيتم تعامل بحيث انه يفهم اللغه الشركسيه، يصححها، يفهم نصوص ويصححها، وبنفس الوقت يترجم نص كامل، نص طويل، الى لغه اخرى ايا كانت. اي مداخلتي. شكرا جزيلا. تسلم، شكرا اخي يحيى. برضو الاخت ساره فاروقه برضو من الشباب اللي عندهم وجهه نظر بهذا الموضوع. تفضلي بس لهون اذا سمحتي، تحبي تقعدي محلي كمان؟ مرحبا، يعطيك العافية. الفكرة اللي بدي أحكيها إنه يعني الحمد لله حالياً في برامج كتير للترجمة الفورية للغة الشركسية، بس لكلمات مش لجمل. ففي مثلاً مواقع زي في أبليكيشن اسمه 35 شركسيان ديكشنريز، كتير ساعدنا، اكتشفناه جديد. يعني عم بحكي إنه في كتير معاجم للغة الشركسية متوفرة أونلاين، فهذا الإشي كتير بيساعد، ومتوفرة باللهجتين. فالإشي اللي ضايل علينا هي شغلة تركيب الجمل. نعمل إنه زي جوجل ترانسليت، تعطيه جملة كاملة، فقرة كاملة، يترجمها. سامعيني ولا؟ تمام. فهي الإشي اللي ضايل إنه نعمل شغلة تركيب الجمل، اللي هو اللي بيحكوا له NLP، اللي هو إنه ياخذ جملة كاملة ويقدر الكمبيوتر أو الجهاز إنه يقدر يفصل إنه وين الفعل، وين الفاعل، وين المفعول به، ويجزئها. والحمد لله يعني اللغة الشركسية كتير دقيقة بهذا الشيء، فهو بس إنه بده الانبوت إنه نحطه. وإذا صار في منصة للترجمة الفورية لنصوص باللغة الشركسية، مثلا تصور نص زي جوجل ترانسليت ودغري ترجمه بشكل فوري، هذا الشيء كتير رح يساعد إنه إحنا كشباب نتعلم اللغة وبرضه إنها تنتشر. هاي قصدي. تسلمي، شكرا اخت ساره. ما بعرف من الموجودين حاليا في حدا متحمس اللي يبلش يحكي يشارك؟ بس اذا بتسمح لي اعلق استاذ باسل على اللي تفضلت فيه الاخت ساره. هذا الشيء موجود في موقع مسوينه شراكسة الشك اسمه زادزك، ببحط اللينك بالشات. هو هذا مبني على الذكاء الصناعي، بيترجم نصوص وبيترجم جمل الى حد ما، ولكن الدقه تاعته لسه ما صارت بشكل جيد. ولكن كترجمه جمل وتصحيح جمل قصيره ومقاطع قصيره زادزك شغال منيح. هذا كمان معتمد على الذكاء الصناعي، صار لهم بتخيل 2 مبلشين فيه، وحاليا متوفر باللهجه الشرقيه القبرتاي. وكاتبين حسب الويب سايت تبعهم انه بسبب توفر المصادر بلشوا بالقبرتاي، بعدين حيروحوا الى لهجات اخرى. راح احط اللينك. هيو تفضل استاذ عامر، حطه بالشات. يعني هذا ممكن تجربوه، انا جربته بعده جمل قصيره ومقاطع قصيره، بس الحقيقه انبهرت بقوه الترجمه اللي عم يقدمها. كتبوه على شو اسمه، على بنبعث لكم زادزك.com. معلش مره ثانيه. تهجلنا اياه الله يخليك. اذا بتتهجى سبيلينج تهجى يا سيدي. طفى المايك. طفيت المايك. سوري. ZEDZEK كي بالانجليزي. .com. تمام. اوكي. اخ علي، احنا كنا بدنا اياك هلا انت تتفضل تحكي وجهة نظرك في الموضوع. تفضل. بصراحة كان بدي أذكر نقطة. نقطة تحذيرية بعض الشيء، لأنه الذكاء الاصطناعي مش بس أداة بحث، مش سيرش انجن. بيخترع، هو بيألف.
يعني في اشخاص حاولوا، بعرف شخص كان عماله بدرس جغرافيا عن تربية النحل، سألوا عن المراجع، أعطاه عدد كبير من المراجع، بعضها مش موجود، الذكاء الاصطناعي ألفها. فهاي شغلة تحذيرية. بعدين النقطة اللي تفضلت فيها سارة مهمة جدا، إنه اللي بلزمنا مش بس معاجم، أداة مثل جوجل ترانسليت، لأنه اللغة الشركسية مركبة. يعني قد ما كان المعجم دقيق ما راح يقدر يحط كلمة مثلا في إزداء بقنوة ما بدك تساعدني، هاي جملة بدك تحكي له كيف ألفظ هاي الجملة أو كيف أركبها، وهو يقدر يفيدك. قد يكون من الأسلم إنه نبلش بال conventional IT technology قبل ما ننط الذكاء الاصطناعي، وزي ما تفضلوا الإخوان نثري المحتوى الإنترنت بالمحتوى الشركسي، وبعدين نبلش نفكر كيف بدنا نسخر الاي تي للمساعدة. لكن هلا الهدف الرئيسي مفروض يكون برأيي المتواضع تعليم اللغة الشركسية إلكترونيا عن طريق جعلها متاحة قراءة وكتابة وكلاما لكل الناس، كل الشركسي. شكرا. شكرا. طبعا كان معنا الدكتور علي قسي. تفضل اخ دانيال. هون معنا هلا السيد دانيال قرش. هون تفضل. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. طبعا امسيكم بالخير. بجوز انا من سماع النقاش اللي قاعد بيصير من ناحيه عامه، بجوز احنا في المرحله اللي بالبدايه اللي مدقرين عليها، اللي هي موضوع تعليم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بدك تعلمه، هسه بدك تعلمه، هسه في مراجع نقدر نعلمه من لغه ثانيه، مثلا هسه في دراسات متخصصه معموله باللغه الشركسيه والقواعد موجوده، لكن تعليمه مثلا اكثر شيء متوفر من خلال اللغه الروسيه، لانه في مناهج اصلا موجوده في القفقاز حاليا، مناهج محترفه. القاموس اللي تفضلت حكت عنه هذا اصدار مركز، مدير المركز ابن دورتي او ابن درسنا انا وياه بالجامعه، وهسه في معاهد متخصصه بتعمل دراسات، اصدروا قاموس وهم اللي يساووا القاموس. هذا عندي انا بعرفه من سنتين ترى، فمش شيء جديد يعني موجود. قواميس موجوده، يعني عندي مجموعه قواميس كبيره، بس لكن انت عندك يو هاف تو ديجيتايز، انه بدك تعلمه. هسه احنا وي ار ري انفنتنج ذا ويل. ليش؟ في عندنا دراسات من الانجكشن بنساويه من خلال هالدراسات هاي الاوليه مشان يبلش يتعلم لو كان بلغه ثانيه. هسه اي ذكاء اصطناعي بدايته كيف صار؟ هو خوارزميات، في كلمات. هسه انا ممكن اعلمه من لغه ثانيه، اذا في دراسات موجوده عندي ببلش فيها. هسه ليتر اون الابجريد والابديت راح نساويه. مثلا في عندنا مشكله بسيطه بجوز صار لها كذا سنه انا قاعد بنكش عليها بالجوجل، دائما بترجم لغه كلمه سيركيجن سيرك بترجمها كلمه سير. يعني هاي مثلا بعطيكم امثله، هاي صار لها معضله وكثير ناس حاولوا عليها. الفكره ارجع مره ثانيه، تعليم الاي اي انه مشان يكون في خوارزميات. هسه ديجيتايزد في مناهج موجوده لكن من خلال لغه ثانيه. انا ببلش بالبلاتفورم تبعها، ممكن اني اترجمها وير تو ستارت. وفي مختصين كمان موجودين، في برامج حكوميه على فكره في القفقاز موجوده مخصصه لقواعد اللغه الشركسيه وصار عندهم، لكن هم بجوز عندهم اشكال بسيط بسبب بجوز انه ما بيستخدموا الشات جي بي تي بسبب ممكن هم بيستخدموه بشكل واسع للعلم. وفي محاولات جديه. انا الفكره يتوحد المشروع، يتم التنسيق معهم، الانجكشن يكون واحد في البدايه، واحنا مثلا اذا بدك تضيف اللغه العربيه او بالاصح اضافات من الدول الناطقه باللغه العربيه، بعديها بنبلش بالموضوع. فthis is I suggest where to start، لانه موجود. we don't have to reinvent the wheel واحنا مش عارفين وين نبلش. لا، في بدايه موجوده ممكن نستفيد منها، ويعطيكم العافيه. طبعا
تسلم اخ دانيال. خلينا بس ناخذ حدا من اللي اونلاين وبعدين ينال حتف كمان في عنده مداخله. اخ عامر موجود معنا؟ اخ عامر دخان. اخ عامر دخان تفضل. سامعني؟ احكي رايك في الموضوع، شو تصورك للموضوع؟ بعتقد انت عندك متابعه ماشي حالك. تفضل. ويعني يعني بكل تواضع طبعا اللي حكوه الاخوان اهم بكثير، بس بحكي ما يعني مداخله. انا برايي من جهه بناء البرمجيه نفسها، اللي اذا بدك تحكي عن الاي اي نفسه، مفروض انه نحكي عن اليوز كيس. يعني شو اليوز كيس تبع اللي عم نحكي عنها؟ هل احنا بندور على اللغه، وضع اللغه الشركسيه بهذه الصوره مشان تعليمها، ولا بقصد زي ما تفضل احد الاخوان بقصد البحث، ولا بقصد الانتشار؟ يعني انه ان الناس الثانيه يعرفوا عن اللغه الشركسيه وعن الشركس بشكل عام. فالهدف مهم جدا. فانا برايي من اهم الاشياء اللي المفروض انه نضع استراتيجيات حولها، انه بالاخير to define the requirements. يعني شو اللي احنا بدنا اياه من، يعني شو اليوز كيس تبعنا، شو الريكوايرمنت اللي احنا عم ندور عليها؟ هل هي التعليم؟ هل هي المحافظه وعدم الاندثار؟ هل هي يعني زي ما يعني للريسيرش، ناس عم بيحاول يعمل يعني خلينا نحكي يكتب مقاله باللغه الشركسيه بحاجه انه يبحث عن بعض الاشياء بحاجه انه يبحثها. ففي كثير يوز كيس ممكن تخطر على بالنا واحنا بنعيشها يوميا، ولكن تحديد الريكوايرمنتس مهم جدا. ثالث شيء، النقطه الثانيه اللي بدي اغطيها بهالعجاله، طبعا الذكاء الاصطناعي زي ما تفضل دانيال، يعني الحكي كان دقيق، وزي ما حكى كمان الاخ رامي. يعني في ثلاث نقاط انا بعتقد انه لازم نطلع عليها، واذا يعني اذا كان في توصيات. اولا زياده المحتوى. يعني المفروض انه احنا نشجع بالقفقاز بتركيا في جميع الاحوال ان زياده المحتوى طبعا في حاله الاي اي مش شرط يكون مكتوب، لانه الاي اي هالايام او الداتا المحتوى بتحكي عن فيديو، بتحكي عن شو اسمه ريكوردينج، بتحكي عن اغاني، بتحكي عن شعر، بتحكي عن مقالات الى اخره. فزياده المحتوى ضروري جدا انه نحكي فيه ونحكي عن طرق معينه لتحفيز زياده المحتوى. النقطه الثانيه يمكن اشارها دانيال بعجاله، بس توحيد المصطلحات عبر المجتمعات المختلفه. يعني اليوم لما تبحث على سيركيشن، زي ما تفضل دانيال الكيس اللي بيحكي عنها، او تحكي عن أدية، في أدية بالهند بيطلع لك انه في ناس بالهند، في ناس. يعني المفروض انه احنا كمجتمعات مختلفه نحاول ننسق انه كيف نكتب اسمنا، ونهجيه باللغه الشركسيه، باللغه الانجليزيه، باللغه العربيه، حتى يكون في توحيد. لانه بالاخير الذكاء هو ليس ذكاء، هو عباره عن بحث، مضبوط؟ يعني هو بسموه الذكاء الصناعي، وممكن يتزايد بالتعليم زي ما تفضل الاخوان. ولكن المصطلح نفسه الاندكس يعني لازم يكون موحد. فاحنا نعمل اي جهد حتى نحفز الجميع حول العالم انه يستعمل نفس المصطلح، نفس السبيلنج، نفس التهجئه لنفس الاسم، وحتى يعني نفس الشيء. وبالاخير نحكي عن الالجوريثمز، وهي النقطه الثالثه اللي هي بناء الالجوريثم نفسه. قد يكون ليش اقول اسهل شيء، ولكن اذا كان في محتوى كافي، اذا كان في توحيد للمصطلحات، واتوقع الالجوريثم نفسه في زي ما تفضلوا الاخوان في مبادرات مختلفه في العالم عم بيصير اتس ان اوبن سورس اي بي اي، وشفتوا اللي شو صار بالصين. يعني في وعندنا عقول مختلفه بالمجتمعات الشركسيه بالعالم كله اللي تبني الالجوريثم نفسها وتبني الخوارزميات المطلوبه. بس هاي بتوقع المرحله الاخيره. وشكرا. تسلم، شكرا اخ عامر. اخ ينال الحث تفضل. السيد ينال الحث. يعطيكم العافيه جميعا. ما بدي ازيد عليه، هو اخ عامر اللي حكاه هو يعني نص اللي كنت اجيب سيرته في طريقه محسنه وافضل من اللي كنت احكيه. حكى لانه متخصص موضوع بفهم الموضوع اكثر، لكن انا اللي شايفه بهذا الموضوع في عندنا ثلاث محاور مهمه. اول شيء محور تعليم اللغه الشركسيه يختلف عن محور وجود مراجع عن اللغه الشركسيه. هذا بالحكي يكون كله صار واضح، الحكي اللي حكاه دانيال صار واضح.
في عندنا هذا الحكي موجود، لكن يجب ان نوحد الموضوع بكل المناطق اللي موجود فيها الشركس عشان نلاقي اسلوب كيف اول شيء نعلم اللغه الشركسيه، ثاني شيء كيف يكون عندنا مراجعه تتعلق باللغه الشركسيه، وثالث شيء اذا بدنا نحافظ على شيء شركسي ثاني من موسيقى، من ثقافه، من رواتج، من اي شيء ثاني بده يكون مسار ثالث. حاليا قبل ما اجي على الاجتماع تم بعث محاوله من قفقاز زي ما حكى اخونا دانيال، والان منتشر في تركيا اسمها commonvoice.mozilla.org. تسمعوا فيه ما بعرف. بلشوا كل واحد يدخل على الويب سايت هذا ويعبي لهجته اذا كانت من شركه الاردن او من سوريا او من تركيا، اذا كانت خبرديه او جدوغ او ابزاز، بنحط له جمل وبحكي الجمل هاي باللغه الشركسيه عشان اي يقدر يحفظها شوي شوي. فهي احدى المحاولات الجديده جدا واللي منتشره الان في قفقاز وتركيا. commonvoice.mozilla MOZILLA.org. شايفه اليوم شفته ودخلت عليه وسجلت اسمي، وبتمنى كلكم يعني خاصه المتمكنين باللغه الشركسيه باللهجه الشرقيه والغربيه، اي واحد متمكن بيفيد جدا بهذا الموضوع لانه بيقدر يدخل الكلمات بلفظها الصحيح. وشكرا لكم. شكرا سيد ينال. انا حابب هلا السيد مروان شتاو يعمل مداخلته. وعلى فكره السيد مروان شتاو يعني يمكن هو المحفز الاساسي اللي خلانا نعمل هذا الاجتماع من خلال وجهه نظر طرحها في فيسبوك تبع قناه نات الشركسيه. سيد مروان ممكن تتفضل تقدم لنا ملاحظاتك حول هذا الموضوع؟ السيد ايبك. اهلا وسهلا اخ ايبك. ايوه تفضل. ده جيت سيد مهند. هو بصوب. ايوه. انا حابب ازيد لكم انه القضيه انه مثل ما الاخ ينال حق قال انه ما بيصير التقدم بالذكاء الاصطناعي ما دام ما في عندك ناس انه تروح وتزيد المعلومات بشكل مباشر. واكيد نتذكر كل الوقت انه الاي اي بتعلم منك، وقت بتعلم احنا هويتنا كل الوقت احنا عم تفكيرنا بس عن موضوع الشركس. مو لازم تكون فقط عن موضوع الشركس، انما ازاده المعلومات اللي هو بيكون ريليفنت، مثلا يعني شيء اخباري، شيء تمثيلي، شيء تلفزيون، شيء موسيقى، شيء يعني عالمي اليوم في إلها موضوع عام تاخذ وترجمها للشركسي وتعطي للمعلومات للاي اي. زي اليوم بنبلش نكتب على اساطير النارتيون، ملحمه النارتيون والرقص التقليدي الشركسي، هذا راح ينضب بملف باخر المكتبه. احنا لازم ناخذ الاشياء اللي هن لهم علاقات يوميه، وهيك الاي اي انه بيفهم انه في شيء انترست تبع الجمهور، وهيك بيكون اريح ليتعلم منه ومن هناك يتقدم. يعني الوضع لا مو لازم يكون احنا كل الوقت نفوت شغلات بس عن مواضيع الشركس، الا انما مواضيع عامه ثانيه، وعن طريقها الاي اي راح يقدر ياخذ كلمه او شيء ثاني يمرقها ويعبرها للشركس. شكرا استاذ ايبك. الدكتور ابراهيم فاروق تفضل. شوف اذا بنقدر نلاقيه. في بصراحة أشرفه ومساء الخير للجميع، وبشكر الجميع من حضر، لأنه هذا الموضوع موضوع زرجان قدو مرحب أوخ ناسي أوخ نيبو أوخ مرحب أوخ زرجان قدو. السؤال الأول اللي بدي أسأله، إحنا شو مشكلتنا، شو اللي بدنا إياه من الاي اي؟ خلينا نحدد. في شيء بنسميه بروبلم ستيتمنت، لما نسوي بحث بروبلم ستيتمنت بدنا نحط المشكلة. هل بدنا يترجم زي ما تفضلوا الأخ عامر، وزي ما تفضل كمان الأخ دانيال، وزي ما تفضل الأخ ينال؟ هل بدنا إياه يعلم؟ هل بدنا إياه، شو اللي بدنا إياه منه؟ إذا بدنا نحط إحنا أول إشي البروبلم ستيتمنت. هاي البروبلم ستيتمنت بدنا نحط لها ايمز واوبجكتيفز، حتى كيف بدنا نوصل لهدف وحيد، عن طريق الهدف هذا بدنا نوصل لعدة أهداف، وبعدين نحط الميثودولوجي كيف طريقة الشغل.
لما نعرف المشكله نص الحل. هي اهم شيء ان نعرف المشكله شو اللي بدنا اياه. اذا ترجمت هاي، لانه لما تيجي واحد ما بيعرف شركسي ترجم للغه الشركسيه وما بيعرف يقرا مخارج الاحرف، ما بتطلع معاه، مش راح تزبط معاه. مره مرتين بحاول بزهق وبقوم. مشكلتنا بمخارج الحروف. اللغه الشركسيه مش سهله بمخارج الحروف، خاصه لما تحكي الص والش، ولما تحكي الص والش، يعني هذول كمان اي كيف بدنا ندخلها البروبلم ستيتمنت على هاي. فعندنا احنا بدنا نقسمه، خلينا اللي بقترحه انه نقسمه كمشروع. المشروع عباره عن انبوت تولز اند تكنيكس واوتبوت، وخلال هاي بده يكون مونيتورنج اند كنترولينج. احنا الانبوت اللي بده يكون من الجميع، بده يكون ان كان باللهجه الشرقيه، باللهجه الغربيه، ان كان من الاردن ومن سوريا. بعدين الفئه المستهدفه، مين الفئه المستهدفه اللي بدنا اياهم؟ اللي ما تعرف شركسي، مش اللي بيعرفوا شركسي. بدنا اللي يتعلموا، الناس اللي تتعلم من الصفر، لانه الاي بي سي ما بتعرف. احنا كيف تعلمنا شركسي؟ لان كنا نسمع ليل نهار، بنسمع ابهاتنا وامهاتنا وخالاتنا كلهم كانوا يحكوا معه بالشركسي. الاذن تعودت. الجيل الجديد صعب انه يتعلم لانه ما في حدا بيحكي معاه شركسي، ابنه ما تعودت. زي الاطرش ما بيحكي. فنفس الشيء بدنا احنا تولز انها تكون بحيث انها تكرار، تستمر التكرار. ممكن الذكاء الاصطناعي يفيدنا فيه، ممكن ما يفيدنا فيه، ما بنعرف لسه. فلذلك حتى اللي درسوا حكيتوا عنهم من الاخوان من القفقاز في عندهم، هذا ايضا نستخدمه زي previous studies او experiments من السابقين، شو بنقدر ناخذ منهم او نستفيد منهم حتى نهيئهم. بجوز احنا طريقتنا تعليمنا في الاردن او الشرق الاوسط غير طريقه تعليمهم في الشرق، والفئه المستهدفه عندهم غير، والفئه المستهدفه بتكون عندنا غير. فلذلك يعني الموضوع عم بحوي عده اسئله وعده محاور، فبدها دراسه تفصيليه قبل كل شيء حتى نعرف شو اللي بدنا اياه ونحط ايدنا على الوجع. وشكرا لكم. ما لقيته؟ لا ما اجت. الأخت نجاح شعيب، إذا بتحبي تضيفي إضافة أخت نجاح. شكرا لك، مساء الخير للجميع. أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي معلوماتي مش كثيرة، فطريقة تعليمي تقريبا تقليدية، كتابة وقراءة واللوح وشغلات، إشراك الطلاب في كل النشاطات في الحصة كواجبات. فمش كثير مشاركتي معكم الليلة يمكن. شكرا. تسلمي شكرا. بس أكيد أنت بتحبي إنه يصير في تطور في موضوع اللغة الشركسية، وخاصة إنه في صعوبات كثيرة لما أنتم بتواجهوها في تعليم الناس ولفت انتباههم على هذه الشغلة. وأكيد عندكم يعني أمل بانه يتحسن وضع التعليم ويساعدكم الذكاء الاصطناعي في المهمه اللي انتم اخذتوها على عاتقكم. اكيد نحتاج للذكاء الاصطناعي في استخراج الكلمات المطلوبه لما يعملوا واجباتهم، لما يرجعوا للقواميس الموجوده في المواقع، لما يحاولوا يركبوا جمل بالنسبه للواجبات اللي بنعطيها في الدروس. طبعا أنا منهجي بيكون في الحياة العامة اليومية، كل حصة بعطي جزء موضوع خاص من الحياة اليومية الممارسة لكل شخص. مثلا يوم عن الأكل، يوم عن البيت، يوم عن الطقس، يوم عن يعني بهيك كل حصة بنعطي موضوع بنتوسع فيه. تسلمي. يعني الذكاء الاصطناعي بيكون للرجوع للحصول على الكلمات المطلوبة منهم في الواجبات، حتى يستخدموها في حياتهم، في عائلاتهم، في الحديث مع أصدقائهم، أهلهم. هذا المهم في الذكاء الاصطناعي. شكرا. اي والله تسلمي شكرا. مين بيحب يضيف إضافات؟ روتانا بتحب تضيفي إضافة؟ تفضلي. الإضافة اللي عندي إياها أكيد الكل
اللي دخلوا لهلا مداخلاتهم كانت محفزة ورائعة، وأنا مستمتعة كثير لأنه لأول مرة بنقعد نبحث في أهم عنصر من عناصر بقائنا كأمة اللي هي اللغة الشركسية، واللي كلنا قاعدين في نوع من الحزن اللي بذكرنا بضياعنا، إنه الجيل الصاعد بنشوق يعرف وما بيعرف. فقلنا عن الذكاء الاصطناعي إنه لازم له تغذية باللغة. فبعتقد إحنا الشركس وين ما كنا في بلاد المهجر بتختلف مرات الطريقة بالتعبير أو تكوين الجملة، أو لأنه مرات أنا بشوف بيحطوا جملة هم بقصدوا فيها شيء وباللغة الشركسية بيطلع المعنى شيء ثاني. فبعتقد إنه لازم يبدأ المشروع بتغذية عن طريقة القفقاز، وبتبدأ زي ما قالوا إنه في ناس بيعرفوا اللغة منيح بيناتنا يعني، وفي ناس نص نص وناس بس كلمات. فبعتقد إنه من هناك من القفقاز باللهجتين ببلشوا بشكل بسيط اللي هذا، وبعدين بيحطوا قواعد اللغة وكيف بدك تبدأ الجملة وكيف تكون ملفوظة صح، لأنه اللفظ عندنا كتير بين الث والكاف، يعني في نوع من التقارب واختلاف اللفظ بيعطي معنى ثاني. فبعتقد إنه هذا بده تكاتف جهود ونبدأ من هناك، بنفس الوقت التغذية تبقى واردة من الشركس في الموجودين، حتى اللي فاهم اللغة غلط يصحح حسب المنبع وحسب الأصل. بعدين زي ما قال الدكتور إبراهيم كمان في عندنا المشروع كتير كبير، مش بس حكي، مش بس كتابة وقراءة، في عندنا تاريخ، في عندنا قرآن، في عندنا أشعار، في عندنا كتير تغذية بدها تاخذ وقت، لكن إذا الكل اشتغلنا مع بعض وجادين راح نوصل للموضوع، ويمكن كمان يتطور لأسلوب تعليم لغة شركسية للكل. وشكرا لكم والله يوفقكم بوفقكم. يمكن احنا كنا حابين نسمع من السيد مروان جتاو، بس يبدو انه صار عنده مشكله فنيه ما لقيناه. السيد زهير الرقوباتي تفضل. انا بدي احكي من البدايه مش من يا انت زي ما بدك. الحمد صحتها وقرابة بيتشا هنا الحمد سلوك خيط صيغة تبقى كتقي غصاص ذات كان تبقى زبزيس تبقى كرزة زكازر بزمك زكات تبقى زم فكيكر شاب زت بشوك هذه شاب زمك دونيدتيتي ميجا 600 تنوك ومي شاب زمك دزوق يفهم سؤال هنم حسابين شاشري غافن دي بزي شاشري غافن دي هذه يدرك ويحوشتاس يجي هالسؤال يجي هنا سؤال حسابي شاشري غافن يديجم هذه يبزك يبسلم ده يجي ذكاء اصطناعي اللي يدي وجاس عشان كده كويس ويقاعده وزري بسلم دي بزار دي انفيس بزار فريج فاس مخارج صوتي يجي كل صوتا ده جاب زي كده بساعة شاء وش يدعو مديجم ترزق قصدك بساعة بشان جبرش دوق يجي ذكاء صناعي مش يتم مديجم ذكاء صناعي ويتنوهار ذكاء صناعي انفيس بزا تماما هذا يبدأ كسوة بساتي مرم خدج زوا حق خدج مجبوع كندز فوق وجنر مرجعية دي هدية بزم أصلا بدري بساتنو
يفدد دد خوير بزر تاورا يتغصنوا دي سابيكم يجيقكم كم ديابك يتانا مازونا بسوري زبغصنس اما زيد مزوا ديام ستقول جاء مكوفم دبغاجه جي سبن اخي ده تصرم كان دي شويزنو تاورا ديزنو تاورا دنسنو فبيك هم دي وشسن كويس تقزيك وكنو لقى ذكاء اصطناعي حتى ترجمه جوجل مكا شبصم ديجم هدي يبزر زاغورا قانشويش ترزقيكم هر بجوجة نويتانا خلوهم هر زوجان بخويس شما اما ليش دمصام خدس يعني نخ ايه دوز نخف دمصو فبسوات هم رازق وجيدك خيرك فصيغة اشياء يعني طبعا في عندنا مشكله بالانترنت عند بعض الاشخاص يمكن، او ما بعرف اذا كانت هون عندنا كمان، بس انا يعني مثلا الاخ يحيى توق كان صوته واضح جدا، يعني ما بعرفش البقيه ليش عم بيصير في عندهم تقطيع. على كل حال احنا خلينا نكمل. في حدا ضل بالقاعه هون حابب يحكي المره الاولى؟ استاذه ميرنا تفضلي. الاخت ليان أمت تفضلي. طيب لا. السلام عليكم جميعا، انا ليان أمت من اللجنه الثقافيه بنادي الجيل. انا بس كنت بدي احكي انه في اشياء فعليا نحن لازم نركز عليها بالتعليم. جزء كبير من محبطات انه الواحد يتعلم اللغه الشركسيه، زي ما حكوا كثير انه ما فيش ناس نحن ما نسمع اصلا بالبيت، وما في ناس يعني بال طويل انه يضبط لنا. ففعليا اذا كان في بالذكاء الاصطناعي او حتى تطبيق، مش ضروري حتى يعني يكون شيء مربوط بالذكاء الاصطناعي شيء بده شغل كثير، بس لو تطبيق يكون يعلم الشركسي، هذا لحاله ممكن يعني يساهم بكثير ناس يتعلم شركسي بسهوله. هلا كمان في اشياء ثانيه. سري شواش كمان من اللجنه الثقافيه بس مش موجود اليوم، حكى جزء يعني هو نقطه مهمه، ليش الواحد بالاخير ما بيمارس اللغه، اللي هو جزء كبير من انه خلص ليش اتعلمها، ما يعني ما بستفيد منها، انه ما في عندنا اي شيء، اي مثلا اجتماعات او اي يعني مكان نقدر نمارس فيه لغتنا. حتى بالبيت لما يكون الناس يحكوا شركسي، مش الكل بيحكي، يعني في ناس بيكونوا بيعرفوا بيحكوا بالعربي، فلازم مثلا زي الاشياء اللي كانوا يعملوها قبل زمان الشركسي، زي الطاوله المستديره اللي هو مثلا محمد شحاته حكى لنا كثير عنها، وناورز شابسو حكوا لنا انه مثلا كيف كان في تقاليد كثير منيحه بالشركس، وكانوا كنا نستفيد من اللغه يعني. فلو نقدر انه نعمل هيك اشياء، يكون في ناس يعني وقتها نستفيد من الذكاء الاصطناعي، انه زي اوتو ترانزليت، او يسوي لنا مثلا الناس يحكوا بالشركسي ونحن بس نشوف الترجمه الفوريه عشان نقدر عن جد نسمع ونفهم شو بيحكوا. فبس يعني الذكاء الاصطناعي بس بعرفش انا كيف يعني الآلية، وبس. شكرا. شكرا اخت ليان. احنا هلا يمكن لازم نعمل كونكلوجن للي صار كلياته. شو الخطوه القادمه اللي ممكن ان نساويها على ضوء هذا الكلام؟ بعتقد انه الاخ دانيال متحمس بده يحكي شيء، والاخ محمد كمان في عنده وجهه نظر مشان نختم، وبرضه كمان بدنا نسمع من الاخوان اللي موجودين اونلاين كمان نسمع منهم. هلا بدنا نعمل كونكلوجن، شو الخطوه القادمه اللي يفترض انه نعملها؟ تفضل اخ دانيال. السلام عليكم. في بشحاش حفظ بصومي قريزاج زوقة. هسا انا الفكره بجوز ما حبيت اطيل في المداخله الاولى، احنا هو الاصح انه نعمل الكونكلوجن زي ما تفضلوا الاخوان، بجوز وصلنا لمرحله انه نعرف شو اللي نبلش انه احنا شو بدنا بالضبط ونحدد الاهداف. هاي نقطه زي ما تفضلوا فيها، لكن في نقطه كمان ثانيه انا بجوز حاب اشير لها،
في ميزه تتعلق باللغه الشركسيه، انه احنا بنحكي قاعدين اللغه الشركسيه من 130 او 165 سنه تعرضت للتاريخ تبعنا، وتعرضت بالمفهوم اللغات لتجميد عمره 165 سنه. هسه احنا بس بدنا نستفيد من تجارب اللغات الثانيه. انا بدي اختصر مشان احنا موضوع الخارطه ونحط التفصيلات، لكن في تفصيلات ضروري نعرفها. الفكره بتبلش انه يكون الطريقه الاكاديميه من خلال اي لغه في العالم، زي مثلا نضرب مثال اللغه العربيه، في شيء اسمه مجمع اللغه العربيه. هذا الاسلوب الاكاديمي في التعامل. انا بالنهايه بدي اخذ شغلات اكاديميه اعملها انجكشن. بجوز كمان مشان اوضح للي مش واضح له شو فكره الاي اي. الاي اي عباره عن خوارزميات، يعني وعليكم السلام ورحمة الله. مش عارف شافوه باشا سوالف. اي والله. فالفكره الذكاء الاصطناعي هو عباره عن انت شو بتغذيه هو بيعطيك فيدباك. عباره مشان نفهم الكونسبت يكون الكل على بين شو الذكاء الصناعي تحديدا. هو عباره عن انت شو بتزوده، هو له آلية بخوارزميات معينة بحسابات، هو بجيب لك كل الكلمات المترابطة بعد ما تعلمه، بصير يعطيك فيدباك من انت شو علمته. بس مختصر عشان تكون واضحة. هسا إذا بدنا نتعامل مع الموضوع يفترض التعامل معه أكاديميا. أنا بجوز لما حكيت المرة الماضية أنا اقترحت دراسات، لأنه في جماعة مختصين والدراسات هي موجودة لنبلش منها. تكون البلاتفورم الخطه اللي احنا بعد ما حددنا اهدافنا بدنا نحط رود ماب شو بالضبط النتائج اللي بدنا نوصلها. بجوز هي النقطه هاي بنبلش. انا بفضل بالطريقه الاكاديميه وليس وناخذ تجارب اللغات الثانيه وكيف نجحت، بدل ما انه نخترع شيء خاص باللغه الشركسيه. لانه اللغه الشركسيه بالذات ما تطورت من 165 سنه، يعني المصطلحات محدوده يعني اللي تم، وما عندنا مرجع لغوي واحد او مجمع اللغوي اللي يكون هو مسؤول عن تطوير اللغه زي ما مع اللغات الثانيه تطورت. يعني احنا اذا بنقارن اي لغه قبل 165 سنه واليوم راح نلاحظ في تطور شاسع في الموضوع. فاحنا وي ستيل 165 سنه لورا. يعني هاي كمان النقطه بجوز نراعيها، انه والله اوكي سماعي انا شو بسمع شو كذا، لكن برضه كمان البلاتفورم الاكاديمي، دراسات متخصصه. القواعد اللغه الشركسيه موجوده باللغه الروسيه مثلا. انا بضرب كمثال، في دراسات هسه في الجامعه في جامعات في تركيا بلشت يحطوا قواعد لانه صار ممول. فاحنا في معاهد برضه كمان مموله حكوميا. فهاي الفكره ان تكون هي البلاتفورم وير تو بيجن. هسه احنا الكونسبت تبعنا والرود ماب والخطه تبعتنا كامله نبنيها بناء على المقررات هاي. اطلت عليك والله يعطيكم العافيه. يسعد مساكم. يعني هلا انا بدي كمان بموضوع الخلاصه او الكونكلوجن حابب اسمع من الاخ عامر دخان والاخ يحيى طوق. فاخ عامر تفضل از كونكلوجن، يعني ايش اللي ممكن نساويه كخلاصه؟ تفضل. امشي قبل يحيى. انا باكد على حكى دانيال، هي تحديد رود ماب يعني للخطوات القادمه، وتحديد الريكويرمنت زي ما حكى الدكتور ابراهيم. يعني شو بالضبط اللي بدنا اياه متوقعينه من الذكاء الاصطناعي، وبناء عليه نتحرك اكوردنجلي. انا لساتني عند رايي انه الخوارزميات موضوع يعني بديش اقول سهل، بس الاسهل بالموضوع، لكن الداتا والبيانات واللغه وحالتها ووضع المحتوى داخل الانترنت بمصادر مختلفه هو التحدي الاكبر. بس انا مع دانيال على موضوع يكون في رود ماب على الخطوات القادمه، وتحديد الخطوات يعني المنطقيه للعمل. شكرا. تفضل سيد يحيى. شكرا جزيلا. يعني الاخوه تفضلوا بالكلام اللي كنت حابب اقوله، بس بضيف شغله انه نحن لازم نبدا نتواصل مع الوطن الام بالجمهوريات الشركسيه. اكيد مبلشين وعندهم وزاره اعلام، عندهم معاهد لغويه، عندهم اختصاص للغه الشركسيه يدرس في الجامعه، عندهم مراجع. انا تفاجات لما زرت مايكوب كمية الكتب المكتوبة باللغة الشركسية كمية هائلة جدا المتوفرة في جمهورية الأتيكية.
ولكن المشكله في انه نعملها ديجيتال، بانها تكون متوفره بالانترنت لجميع الشراكسه حول العالم. هذه نقطه تحدي. فبرايي اذا بنبلش من هنيك بنحسن نشوف بالحكم بالجمهوريات الشركسيه هن وين واصلين، هن اكاديميا شو اللي عم يشتغلوا عليه، ونحسن نحن نثري هذا الموضوع او نتواصل، ويكون في ديناميكيه بين الوطن والشتات او المهجر. هذه اللي حابب اضيفها. شغله ثانيه زي اللي تفضلوا فيه جميعا، ضروري نحدد شو بدنا. اذا بدنا نمشي بمسارين، المسار الاول هو تطوير تعلم اللغه الشركسيه بمساعده الاي اي، او المسار الثاني اللي هو تدريب الاي اي للحصول على اداه هي متخصصه باللغه الشركسيه. فهذا الموضوع ضروري نشتغل عليه سواء بشكل متوازي او نحدد الاولويه، مين رقم 1 مين رقم 2. شكرا جزيلا. في شيء عم تضيفه ولا بس؟ تمام. لا بس تفضل. بس حابب اضيف شغله صغيره لتعليم اللغه الشركسيه. الحقيقه بجمهوريه الاديجيه في عدد هائل من البرامج معمول. انا بحب احكي على 50 لانجويجز، هو ابلكيشن ويب سايت فيه جمل، فيه 100 درس. هذا ال 100 درس حقيقه للمبتدئين كثير رائع، اللي بيحب يتعلم اللغه الشركسيه من البدايه كمبتدئ بلهجه الجمقوي باللهجه الغربيه. هذا البرنامج والويب سايت موجود. بجمهوريه الاديجيه في برنامج ثاني للمبتدئين على الكمبيوتر والتابلت. ففي كثير برامج تفاعليه وبرامج اطفال عم يشتغلوا عليها، بس للاسف بالمهجر ما كثير عم توصل، ما بعرف ليش. اي والله تسلم، شكرا. سيد ايبك نفسه، الخلاصه سيد ايبك نفسه، شو بتوصي لهدول الناس اللي هون مجتمعين، شو ممكن الخطوه القادمه انها تكون؟ تفضل سيد ايبك. الصوت ايبك. اوكي سامعين؟ تفضل. انا من رايي انه راح تعملوا هون تقسيم واجبات، انه الناس اللي اجوا لهون ليشاركوا بالاجتماع انه كل واحد يكون مسؤول عن قضيه معينه. يعني كل واحد في عنده خصوصيه مختلفه. اكيد في منهم الشباب اللي هن اكثر شاطرين بموضوع الديجيتيشن، وفي منهم من الكتب وكذا. لازم يعني نخلي كل واحد يبلش يشتغل على النوع اللي هو اكثر يقدر يدفع ويساعد فيهن. اي مثلا انا مثلا اذا بقدر يعني من طريق الكتب او من طريق الديجيتاسيا، في ناس كان ثاني اللي عندهم تجربه بالتعليم اللغات او بتعليم الاشياء. يعني كل واحد انه يعرف شو معنويته او شو خصوصيته بالتبرع للاجتماع. تسلم سيد ايبك. الدكتور ابراهيم فاروق تفضل. يعطيكم العافيه جميعا، والكل ما شاء الله ابدا افكار رائعه. انا بايد الاخ ايبك انه الان اصحاب المتكلمين باللغه الشركسيه، خلينا نحكي هاي مش واجب، هاي امانه برقبتنا اصلا ان نقدمها. فاحنا نجتمع، واللي حاب كمان يجي معانا ينضم، نطرح الافكار، لانه راح نضلنا يمكن فتره عصف ذهني عبين ما نبلور الهدف تبعنا وشو اللي بدنا اياه بالضبط. ف يعني مين حاب يكون بهذا الموضوع كمان، احنا نجمع فريق دائما يبحث، كل واحد زي ما تفضل اخ ايبك شو الاختصاص او شو الانبوت اللي بيقدر يحطه فيه، هل هو بالكلمات، هل هو بالجمل او بالقراءه او باللفظ، حتى في بعض الشغلات انه كيف حركه اللسان بتكون في اثناء النطق كمان، حتى يعني تسهل الموضوع. في عندي ملاحظه عند الاخت ليان اومات اللي حكت عن الممارسه اللغه الشركسيه. هسه الكل بتحجج انه ما بمارس اللغه الشركسيه، ما حدا بيحكي معنا. تقدري تمارسي اللغه الشركسيه بينك وبين الاغاني الشركسيه، الاغاني الشركسيه لا تستهينوا فيها، بتعلم شيء. ولو عملتوا مثلا، بقترح انا تعملوا مثلا تاخذوا اغنيه تحاولوا تترجموها من الكلمات هاي، شوي شوي بتجمعوا كلمات لا اراديا.
يعني الاغاني الشركسيه وانت لحالك بالسايقه بالسياره الصبح بس تحطي اغاني شركسيه اصفني فيها شوي، فكري، ما عرفتي كلمه ارجعي لها مره ثانيه، اسالي اصحاب الاختصاص، الكلمه اللي بتسالي عنها عمرك ما بتنسيها. ايضا هاي يعني جمال اللغه الشركسيه لانها مرت بعده ثقافات كبيره جدا ومرت بحروب تاثرت بلورت لغه شركسيه ما شاء الله يعني جمالها. وزي ما تفضل اخونا دانيال تعرضت لعده عوارض ودخلت فيها ايضا كلمات مش شركسيه بنفكرها احنا شركسيه، يعني في دخل 20-30% تقريبا لغه تركيه فيها، ديانات اثرت فيها ايضا وصارت فيها كلمات. فلذلك من اللي بقترحه انا انه نبلش نشكل مجموعات تشتغل على هالموضوع، تبلور الفكره، تدرس الفكره لوين بدنا نوصل. شكرا لكم. شكرا. تفضل سيد محمد. يعطيكم العافيه كمان مره. والصراحه يعني فيش حكي كثير يتزاد، ولكن حسيته من خلال النقاش انه كان عندنا نحن نزاع داخلي انه هل نحن بدنا الاي اي يتعلم شركسي عشان نستخدمه كتول لحياتنا اليوميه للمستقبل، لايش ما كان بدنا يصير. يعني هسه حاليا في امريكا اللي عم بيصير على سبيل المثال او بالشركات الكبرى انه صار بده يحكي مع الغساله بالشركسي، يحكي لها ستوب ووش كذا البرنامج الفلاني، السياره صرنا نحكي معها بالشركسي، عفوا بالانجليزي، التليفونات او التولز اللي في البيت وغيرها. فيمكن انا السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن بدنا نعلم الاي اي شركسي عشان يرد يعلمنا نحن؟ يعني عشان نوجد برامج لغايات الحفاظ على اللغه الشركسيه ان نحن نتعلم، ولا انه نحن بدنا نستخدمها كبنيه تحتيه بغض النظر ايش بدنا يكون الحاجه لها في المستقبل؟ واعتقد هذا بياثر على الطريقه اللي بدنا نشتغل فيها. التساؤل الثاني هو مين وكيف وما هي الموارد اللي بنحتاجها؟ مين؟ هل نحن لازم نتجه لجهه كبرى او جهه لها علاقه بهذا او لها خبره سابقه؟ كيف؟ برضه لانه نحن يمكن ما حدا فينا طور سابقا اشياء له علاقه باللغه، صح يمكن معنا اخصائيين برمجيات او غيره، ولكن ان دخلنا لغه او اشتغلنا على ادخال لغه كمحتوى بعتقد هذا الشيء يمكن ما مر علينا، فيمكن لازم نستشير برضه اصحاب الاختصاص. الشيء الثالث ما هي الموارد؟ احيانا شغلات كثير بسيطه مش دائما لما نفكر بالموارد هي الموارد الماليه والاداريه وغيرها، لا كثير مرات الموارد بتكون على شكل خبره عشان شو طبيعه السيرفر اللي بدنا نستخدمه لبكره، مش كل الشغل اللي شغلناه بنص الوقت مثلا يرد نفقده لغايه ما او لسبب ما. فبعتقد برضه موضوع الموارد مهمه. والسؤال يمكن اللي شجعني اكثر شيء اني اجي اليوم وكنت عم بحكي فيه مع الدكتور باسل، الجماعه اللي عم يشتغلوا في تركيا والمقاصد نفسهم ذكرتهم اخي ينال كومن فويس، هل نحن ممكن نوحد جهودنا مع الناس اللي اوريدي بلشوا يشتغلوا بدل ما نحن نرجع نشتغل من الصفر؟ طبعا يمكن كومن فويس بدايه ما بلشوا بالشغل كان سؤالي انا لهم انه نحن في عندنا اذا بدنا نحكي ماتيريال باللغه الشركسيه من اشعار، من كتابات، من اغاني، من تسجيلات قديمه الى اخره، ليش ما نحن نيجي نستخدمها؟ حتى احد الامور يمكن الاخ يحيى حكى عن 50 لانجويجز، برضه طرحنا عليهم، في ناس اشتغلوا وعمل 50 لانجويجز وتعب عليه وترجم وجاهز، واكاديميين وناس اخصائيين اللي حطوه. هل نحن بنقدر نستخدم ما هو متوفر وما تم شغل عليه سابقا عشان نطور بدل ما نرجع نبلش من الصفر ونصطدم بنفس المشاكل مره اخرى ونوقف في نفس المكان؟ ولكن التجربه اللي مرينا فيها كان الجواب انه نحن لا نستطيع ان نستخدم اي شيء مش إلنا عشان موضوع الملكيه. حتى لو حدا الله يرحمه سجل له مقطع قديم وبلهجه صافيه على كيفنا ما بنقدر ايضا ان نحن نستخدمه. فهذا الشيء برضه لازم نفكر فيه ويساعدنا بكيف بدها تكون طبيعه توجهاتنا وايش الشيء اللي بدنا نتجه له. وبس شكرا. تسلم، شكرا اخ محمد. الاخ روزي بولاد جنب كان بده يحضر بس ظروفه ما سمحت له، بس بعت رساله وانا حابب اني اقراها.
أخ باسل، كنت حابب أحكي في الاجتماع عن تكليف شخص لشرح مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في حقل اللغة الشركسية، إيجاد موقع خاص على الفيسبوك والإنستغرام لنشر المخرجات مثل الفيديوهات والوسائل التعليمية للغة الشركسية، وضرورة عدم السماح بنشر أي مادة مهما كان نوعها إذا لم تكن مشغولة بالذكاء الاصطناعي، وهذه مهمة الأدمن. ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة، فكل عمل بدون متابعة لا ينجح. هذه كانت مداخلة الأستاذ روزي مولاد جنب. الأستاذة ميرنا حربي في عندها مداخلة، تفضلي. يعطيكم العافية. هلا أنا من أغلب الكلام فهمت إنه بدنا أساس لنعمل فكرة ال AI. هلا انذكرت كلمة مجمع لغوي. هل في موجود مجمع لغوي بضم مجموعة من الشركس المهجرين على أساس يعملوا أساس لل AI هذا؟ فأعتقد إنه بداية لازم نفكر بإنه نعمل زي ما بقولوا نواة، هي مجمع لغوي، عشان نجمع المعلومات المتكاملة اللي بتكون أساس اللي بيشتغل عليه ال AI، الذكاء الاصطناعي، سواء كان كبرنامج لغة ممكن يدخل فيه بشكل أو آخر عادات، تقاليد، كل الأفكار اللي طرحت. فأنا أعتقد إنه دائما بدنا نبلش بنواة عشان نكمل لقدام. هي كانت الفكرة هاي اللي عم أفكر فيها، إنه مجمع لغوي للغة الشركسية. يعطيكم العافية. مين حابب يعمل خلاصة للموضوع؟ ينال الأستاذ دكتور علي، خلاصة، أي خلاصة؟ في حدا بده يضيف أي إضافات؟ أستاذ راضي. يعني أنا بدي أشكر الجميع على حضورهم، بس برضه بدي أعطي الكلمة لخير الدين باشا. كلمة البداية تفضلت علينا الأستاذة نادية حربي، والختام منك باشا. يعطيكم العافية الجميع على وشكم، وكل الشكر والاحترام والتقدير على هذه الجلسة الطيبة اللي حقيقة كمجتمع شركسي احنا بأمس الحاجة له. يعني أنا جيت عدة دول تعتبر من دول الشتات الشركسي، وجيت كل الجمهوريات في القفقاز. أشبك حقيقة على شراكسة المهجر كله، لأن قررنا، مع أنه كنا نعتز سابقا نقول ابن الأردن كان يروح على أمريكا ولا واحد من أولاده كان يقدر يحكي كلمة عربي، يفقد لغته الأم، اللغة الرئيسية، في جيل واحد فقط لا غير. احنا كنا نعتز بأنه 3-4 أجيال كان يتقنوا اللغة الشركسية في جميع دول المهجر. حدثت معي أنا قصة وأنا رئيس جمعية، حضر ضيوف من الجولان، من من القفقاز، فرحبت فيهم. كان قاعد بجنبي الله يرحمه حسني صوبر، فلما جيت خلصت كلامي بالترحيب وجيت قعدت بجنبه، مال علي هيك وقال لي خير دين ويتقابزك ونشفك. فهمت رأسا أنا إنه اللغة ممارسة. أنا قعدت 36 سنة في الجيش العربي، كنت أوقف قدام 1000 وبالمئات وأتحدث معهم ساعة كاملة باللغة العربية. معناته الضعف اللي عندي هو عدم استخدام اللغة، لغة الأم، اللغة الشركسية، زي ما كنت أستخدم اللغة العربية. فأخذتها على خاطري ورأسا صرت وأنا قاعد في البيت، خاصة لما تكون أمنا ورزمش معاي، أوقف قدام المراية
وأعمل بروفات لنفسي، أخاطب حالي قدام المرآة. بعدها في فترة بسيطة جدا إجا كمان وفد ثاني، قمت ورحبت فيهم، ونفس الشخص كان قاعد بجنبي قال لي أنا جربك خجل، يعني لغتك الحمد لله رب العالمين صارت كويسة. بعد 4 أشهر رحت للقفقاس وأعطيت كلمة، أختنا العزيزة الغالية كانت موجودة في هذيك الجلسة، كنا في الوفد مع بعض، ومعانا ممدوح العسكر الله يرحمه، ومعانا هاني زوانا كمان أيضا الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. بس خلصت الحديث، جارما اللي في هذاك الوقت كان يعتبر مرجع باللغة الشرقسية قام وسلم علي، قال لي وبسو أدقى قبزة 3 جوكم شعار. فبروح طالب من عندنا ابن 18-19 سنة، هو مش حاكي ولا كلمة للبلد اللي بيروح عليها مشان يدرس فيها. خلال 6 أشهر يستطيع أنه يلتحق في الجامعة، وهو ما كان في عنده أبجديات اللغة اللي راح يدرس فيها، لكن حاجته للدراسة وحتى يستطيع أنه يتعلم اللغة ويدرس فيها ويرجع. أنا بقول أهم شيء عندنا إن إحنا نقبل نفسيا على لغتنا الشرقسية. بدي أقارن حالي مع قومية ثانية موجودة معنا في البلد، وأقرب قومية من القوميات اللي موجودة في البلد علينا اللي هم الشيشان. أي سيدة شيشانية أخذت عربي أو أخذت شرقسي أو أخذت شو ما أخذت، أولادها بيحكوا بالشيشاني، لأنها هي اللي بتحكي معاهم بالشيشاني، لأنه يعتبر لغة الأم. فأرجوكم رجاء الحال الاستمرار في جلساتنا وإعطاء الأهمية اللي شفتها الليلة. وأنا آسف جدا مرة ثانية إني تأخرت، ما قدرت أحضر لأنه كان في عندي ضيف شيشاني من القفقاس عايش في مايكوب، وما شاء الله عنه أول ما لقاني بالأدقابزة، ولما ودعني بالأدقابزة، واحتراما للغته جايب معاه باشا يترجم بين العربي والشيشاني. فكل التوفيق لكم، ومرة ثانية بقول شكرا جزيلا على الجلسة الطيبة، أرجو أنها تستمر، ودائما وأبدا اللغة إذا خجلت من استخدامها ما راح تعرفها، لازم تجسر عليها. ما في واحد ما بغلط، أي لغة مهما كانت قوية عندك إلا تخطئ، لكن لا تخجل من الخطأ. استخدم لغتك، لغة الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها، اللي لازم نعتز ونفتخر بها. كل الشكر وآسف على الإطالة. شكرا. اي والله باشا. طبعا احنا هلا بالختام بدي انوه فقط انه احنا حابين نعمل جروب على الواتساب. طبعا راح نحط اسماء كل الناس اللي كانوا موجودين هون، اذا حدا بيحب يعتذر عادي يعني ما في اي مشكله. برضه بالاضافه طبعا الناس اللي تابعونا اونلاين كل الشكر لهم، سيد يحيى توق والسيد مروان جتاوي اللي اضطر انه يغادر يمكن لرداءة الانترنت، سيد عامر دخان والسيدة نجاح شعيب والسيد ايبك نفسه. ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. كل الشكر لكم، وان شاء الله احنا بنتابع هذا الموضوع خلال الفترات القادمه عن طريق الواتساب، وبنقرر بنعمل كونكلوجن لكل الحكي اللي صار هنا، واي واحد نسي شغله وحابب انه يضيفها بيقدر يضيفها على الواتساب جروب. شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا جزيلا للحضور، وان شاء الله بنلتقي دائما على خير. يعطيكم العافيه. اي والله.
انا بسال سؤال للجميع. والله سؤال تقني ما بعرف اذا بتعرفوه ولا بتعرفوا جوابه. السيد هنا بده يسال سؤال، اللي ما طلع بيقدر يسمع يشاركنا فيه. السلام عليكم. ما بعرف الجيل الاصغر منا او اللي ما يفهموا بالموضوع. تعال هون هنا. اوكي هو سؤالي تقني. هون اللغه الشركسيه لغه مقطعيه ولصقيه. اللي بحط الخوارزميه للغات اللي بتعلمها الاي اي بحطها بمعرفته باللغات الاشتقاقيه اللي هي 90% من اللغات في العالم حاليا. هل الخوارزميات اللي بحطها قادره على استيعاب اللغه المقطعيه الشركسيه؟ يعني قصدك شو بقول؟ ضفنا ضميره وضميري صح؟ والشين الاستطاعه والنفي، هل بيقدر يلزق الجمله كامله في كلمه واحده؟ قصه بس الفاقم جهات خبر دياب زكاه. هل الخوارزميات انا ما افهم عشان هيك بسال، هل الخوارزميات قادره انها تختصر جمله في كلمه واحده؟ فهل هذا الحكي عن جد بزبط ولا راح يصير نضطر انه نكسر الجمله لما نسوي ترتيب انك تعلم الاي اي كيف يحكي شركسي بتضطر تكسر الكلمه الشركسيه الى مقاطع عشان يقدر يحكيها؟ انا هذا السؤال اللي كنت طول الوقت بفكر فيه. بيقدر؟ لا لانه نفس الشيء بصير بالتركي، يعني بجوز الجورجي اقرب شيء لنا حاليا. سفكسز وبريفكسز هي بتصفي كل اللغه اللي بيحكي، حتى تفضل عنه مضبوط بالتركي موجوده، القاعده كقاعده كجرامر موجوده. انت هي فكره السفكسز والبريفكسز كل اللي بتحكي عنه عباره عن اضافات سفكسز وبريفكسز. اذا علمته هي ثابته لها قاعده انه تحول المعنى صح تركيبيا تعطي المعنى هذا. اذا اعطاك المعنى مش صحيح انت بالنهايه تقدر تصححه. افتح المايك. فهي سفكسز وبريفكسز موجود في لغات ثانيه بس مش ميزه بس باللغه الشركسيه، موجوده بلغات يعني الخوارزميه بيقدر يحط هذا. اعطيك الجمله، بقدر اعطيك جمله كامله زي ما تفضل باللغه التركيه مثلا، اللي بيعرف التركي بيعرف الحكي هذا، جمله كامله بكلمه واحده. نفس الفكره موجوده. يعني كان شغل بالي هل بيطلع هذا الحكي ولا ما بيطلع؟ بس شكرا. يا جماعه هلا احنا بدنا نشرب شاي، فبدي اروح اوصي على الشاي مشان هلا دردشه ومع كاسه شاي. شو رايكم؟ يلا كمان مره انهي. مره ثانيه شكرا لكم، ومره ثانيه بدنا ننهي وان شاء الله نلتقي دائما على خير. شكرا لكم.